سنة 1923 فريدريك بنتنج كان واقف قدام العالم كله وهو ماسك أعظم اختراع في تاريخ الطب الحديث، الأنسولين. وبلمسة قلم واحدة كان ممكن يبقى أغنى راجل على الكوكب ده. بس هو باع براءة الاختراع بدولار واحد بس، وقال جملة هزت ضمير البشرية كلها. قال الأنسولين ملك للعالم كله مش ليا لوحدي. بنتنج كان فاكر إن هو بكده قفل الباب قدام الجشع. بس لو بصيت حواليك النهارده هتكتشف ان الورقه اللي وقع عليها بنتنج عشان يحميك اتحولت لاكبر سجن قانوني في التاريخ. حلم بنتنج في الشفاء اتحول لبزنس ملوش نهايه. جهز قهوتك وركز معايا عشان اللي هتسمعه دلوقتي هيغير وجهه نظرك في اي علبه دواء في بيتك. فكرت قبل كده ازاي البشريه اللي قدرت تطلع القمر وتصور الثقوب السوداء وتصنع ذكاء اصطناعي، بس بقالنا اكتر من 70 سنه مش قادرين نوصل لعلاج نهائي لمرض زي الضغط او السكر؟ هل العلم فعلا عاجز عن ده؟ الحقيقه الصدمه لا. العلم وصل لمراحل مرعبه في العلاج الجيني والخلايا الجذعيه، لكن في جدار عازل بيمتلكه 10 شركات كبار. الشركات دي بتشتري براءات الاختراع الواعده اللي بتتقدم كعلاج نهائي، وبدل ما بتطورها بتدفنها. ليه؟ لأن الدواء اللي بيتاخد مرة واحدة في العمر بيقفل حنفية المليارات اللي بتيجي من الدواء اللي بيتاخد كل يوم. في إبريل 2018 نزل تقرير سري لبنك جولدمان ساكس لعملائه والمستثمرين في مجال الأدوية. التقرير كان فيه سؤال مرعب حرفياً: Is curing patient is a sustainable business model؟ بمعنى هل علاج المرضى يعتبر نموذج عمل مستدام؟ التقرير ضرب مثال بمرض فيروس سي، لما شركة جيلياد نزلت علاج نهائي للمرض اسمه سوفالدي ونسبة الشفاء وصلت ل 90%. أرباح الشركة انهارت بعد سنتين بس. ليه؟ لأن المرضى خفوا وما بقوش محتاجين يشتروا أدوية تاني. وهنا كانت نصيحة البنك للمستثمرين واضحة: الاستثمار في الأمراض المزمنة أأمن بكتير جدا من الاستثمار في العلاج النهائي. تخيل بقى إن الشفاء التام في عرف البيزنس يعتبر خسارة. طب تعرف بقى إن براءة الاختراع مدتها 20 سنة، بعدها الطبيعي إن سعر الدواء ينزل 90%، ويبقى كمان مسموح لأي شركة تانية إن هي تصنعه. بس حيتان الصناعة دي ما بيسمحوش بده، بيستخدموا حيلة اسمها برودكت هابينج. بيعملوا تعديلات بسيطة جدا على التركيبة ويسجلوا بيها براءات اختراع جديدة قبل ما النسخة القديمة تخلص. الشركة بتنزل نسخة معدلة فيها تعديلات تافهة جدا وتصرف مليارات على الدعاية للدكاترة عشان يقنعوهم ان الجديد احسن، لدرجة ان في شركة عملت اكتر من 132 براءة اختراع لدواء واحد عشان تضمن السيطرة على السوق ل 39 سنة. ده مش تطوير للعلم، ده احتكار اجباري لحياتك. الاغرب بقى ظاهرة جديدة اسمها هندسة المرض. انت ما بقتش مريض بالصدفة، انت بقيت مريض بالقانون. سنة 1999 لجنة طبية غيرت معايير الكوليسترول الطبيعية. فجأة ملايين البشر صحيوا من النوم لقوا نفسهم مرضى كوليسترول ومحتاجين دواء هيمشوا عليه للأبد. ولما دوروا ورا اللجنة دي لقوا ان 8 دكاترة من اصل 9 بياخدوا تمويل من شركات أدوية الكوليسترول. هم بيغيروا تعريف المرض عشان يوسعوا قاعدة الزباين. ونفس الكلام حصل في ضغط الدم، وحتى الحزن الطبيعي بقوا بيسموه اكتئاب سريري، والنشاط الزايد عند الاطفال بقى اسمه ADHD وليه اشتراك شهري في الصيدليه. بس الاخطر بجد بقى مافيا الابحاث. في حاجه اسمها جوست رايتنج. شركات الادويه بتوظف كتاب محترفين عشان يكتبوا الابحاث بالنتائج اللي هم عايزينها. بعد كده بيدفعوا مبالغ ضخمه جدا لدكاتره كبار من جامعه هارفارد او جامعه ييل عشان بس يحطوا اساميهم كمؤلفين. والاخطر بقى اخفاء الادله السلبيه. في شركات كتير كان عندها قضايا انهم اخفوا بيانات بتثبت ان الدواء بيسبب مشاكل صحيه، والنتائج كانت الاف من حالات الوفاه قبل ما الدواء يتسحب. الغرامات كانت بتبقى بالمليارات، بس الارباح كانت بعشرات المليارات، فبقت الغرامه مجرد مصاريف تشغيل. الشركات دي مش عايزاك تموت لان الميت ما بيشتريش ادويه، وفي نفس الوقت مش عايزاك تخف لان السليم برضه ما بيشتريش ادويه. هي عايزاك في المنطقه الرمادي، مريض عايش. عايزاك ترسف ساقية الاستهلاك، تشتغل عشان تدفع ثمن الاشتراك في الحياه. الطب بدأ كرسالة لإنقاذ البشر وانتهى كأكبر بيزنس في التاريخ بيتاجر بأغلى حاجة عندك وهي وجعك. والسؤال الحقيقي هنا: تفتكر في كم براءة اختراع حقيقية اتقدمت كعلاج نهائي لأمراض زي السرطان والضغط والسكر واتركنت في أدراج الشركات عشان الأرباح أهم من حياتك؟ سلام.